السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم من تاني بعد غيبة طويلة، ان شاء الله ما تحصلش وغيب الغيبة دي تاني، وهنعمل مع بعض اكلة حلوة وجديدة وسهلة، وزي ما باين من العنوان كده هي السمك السنجاري. طبعا احنا بنجيبه من بره بفلوس قد كده، لا بقى وفري فلوسك وهاتي حاجتك واعمليها في البيت، نظافة وكل حاجة، يعني احسن كتير من اللي بتعمليه من بره. وكمان ايه، حاجة مضمونة ليكي ولولادك، انت عارفة انت بتأكليهم ايه. السمك مستوي حلو قوي زي ما انتم شايفين كده، والطعم كمان جميل، والتتبيلة حلوة جدا جدا جدا. وجربوها وان شاء الله مش هتندموا. ولو انتي لسه جديدة معانا في القناة ما تنسيش تعملي لايك للفيديو ده وسبسكرايب للقناة. هنا معانا سمك مكاريل، طبعا انتي ممكن تعمليها بالسمك المكاريل او بالسمك البوري، بس انا بفضل السمك المكاريل، يعني بحسه اخف. هنا كان معايا 4 سمكات تقريبا، كانوا 2 كيلو او 2 الا ربع. مخليتش الراجل ينضفهم، نضفتهم انا، علشان في ناس بتحب تقطع الدماغ، في ناس بتخليها، انا من الناس اللي بحب اشيل الدماغ. ونقعته طبعا، غسلته كويس ونقعته في ميه بملح بليمون وبس، وسبته بقى يتصفى. هنا بقى معايا ربع كوبايه من الزيت، معلقه ونص ملح، معلقه فلفل، معلقه كزبره، معلقه ونص كمون، معلقه من الكركم، وكان معايا 5 فصوص توم، ومعلقه من الدقه. الدقه دي اللي هي دقه السمك، البتنجان المخلل كده. ومعايا ليمونتين، عصرت الليمونتين وحطيت كل التوابل، وهنقلب كل التوابل دي كويس قوي. التوابل هكتبها لكم تحت في صندوق الوصف للناس اللي مش هتلحق الفيديو، لان انا مسرعه الفيديو عشان ما اطولش مدته عليكم. هكتب لكم كل المكونات بتاعه الاكله في صندوق الوصف تحت. طبعا قلبنا كل المكونات دي كويس قوي قوي مع بعض، علشان الملح يدوب في الزيت، في كله كده مع بعضه يعني. وهنبتدي زي ما انتم شايفين كده نشرب السمك من التتبيله دي كويس، يعني شايفين تحطي كده من معلقه كده بالثوم بقى. عايزه اقولك اصلا ريحه التتبيله لوحدها اللي هي دي، التتبيله دي احنا لسه هنعمل خطوات تانية، بس يعني كانت تحفه. عشان طبعا بقى الكزبره والملح، وزي ما قلت لكم تاني هكتب لكم التوابل والخطوات بالظبط في صندوق الوصف للي مش هيقدر يكمل الفيديو، او عشان انا مسرعه الفيديو مش هيلحق يعني، هكتبها لكم زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. ونقلب بقى كويس قوي قوي قوي، ويبقى حتى اقلب كده، تقلبي كده السمكية من بره ومن جوه كده عشان التتبيله تتشرب كل السمك مع بعضه يعني. وهشيله بقى، اركنه على جنب كده شويه عقبال ما اخلص بقيه الخطوات بتاعتنا. هنيجي هنا على النار، هنحط طاسه وفيها شويه زيت، مش كتير، ما تكتريش زيت زي ما انتم شايفين كده. وهجيب معانا هنا الخضار بتاعنا، معايا بصلتين مكعبات، فلفل اخضر، جزر، طماطم، بقدونس. هننزل بالفلفل والبصل الاول، والمكعبات قطعيها مكعبات كبيره، ما تبقاش مكعبات صغيره علشان ما تتهريش. احنا عايزين الخضار يتشوح، مش يتحمر، يعني ان شاء الله تكونوا فاهمين قصدي، عايزينه يتشوح مش يتحمر، علشان كده الخضار يفضل محتفظ بالفوائد بتاعته، وكمان طعمه، يعني عايزين طعمه زي ما هو. هنا شوحت شوية كده، قلبت يا دوب قلبت بس مفيش 30 ثانية كده بس الفلفل والبصل، وهنزل عليهم بالجزر علشان ياخدوا كلهم نفس السوا. وانا مش هسوي قوي زي ما قلت، انا هشوح، هتديهم كده تشويحة كده مع بعضهم وبس اهو. ما هم ما خدوش بالظبط 3 دقايق. هنزل بقى يا دوب بس اللون اتغير كده، يعني كمان ما احمرتش، هو يا دوب دبل كده معايا. بقى هنا نزلت معلقه من الملح، مع رشه من الفلفل، رشه من الكمون، زودي شويه كمون علشان السمك بيحب الكمون. وهنقلبهم بقى كده تتبيله حلوه، وبعدين هنزل بالطماطم وبالبقدونس زي ما انتم شايفين كده. ننزل بقى بالطماطم والبقدونس ونقلبهم برضو كويس قوي مع بعض. وكده الخضار بتاعنا بقى جاهز. هنطفي بقى البوتاجاز، وخلاص كده الخضار بتاعنا اللي هنحطه من فوق السمك من فوق بقى جاهز. طبعا انا تبلت الخضار كمان، لان ما ينفعش ما تبلوش، يعني السمك هيبقى متبل والخضار من فوق هحطه كده هيبقى طعمه مش لذيذ.
فلازم يبقى متبل كده عشان يتاكل مع السمك بالرز كده يبقى طعمه حلو. طبعا هنا جبت بقى الفويل وعملته كده زي المركب حوالين السمكة، لفيته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده زي ما بنجيبه من بره، طبعا بنجيبه من بره بالشكل ده. وهنجيب الخضار اللي احنا عملناه وهنحطه كده على السمك من فوق بالشكل ده اهو زي ما انتم شايفين كده. هعمل بقى كمية السمك كلها بنفس الطريقة دي اهو. هنا عملت كل الكمية بنفس الطريقة، لفيت نفس طريقة الفويل وكل حاجة، ولاني ما عنديش صينية كبيرة عملته كده. هنا بقى بعد ما خرج من الفرن دخلته طبعا الفرن، فتحت الشواية وفتحت الفرن من تحت على درجة حرارة 200. مش هيكمل معاكي ربع ساعة هتاكلي احلى سمك سنجاري، احلى من اللي بتجيبيه من بره، وحقيقي حقيقي مش هتندمي لو جربتي الطريقة دي. هنا كان خلاص بقى بعد ما خرج كده، وبقول لكم الطعم حكايه، انا دقت يعني مش قادره اقول لكم، ما كنتش قادره استنى يعني. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وما تنسوش تاني تعملوا لايك للفيديو ده وسبسكرايب للقناه، ولو انت جديده معانا نورتينا. واتمنى تقولولي بتتابعوني منين، من اي بلد بالظبط. هنا بقى كنت بفرجكم على شكل السفره كان عامل ازاي. عملت بابا غنوج وعملت جنبه سمك صياديه زي ما انتم شايفين كده، بالهنا والشفا لكل اللي كل اهو. بابا غنوج اهي، طبعا لازم جنب السمك بابا غنوج. واستنوني في فيديو جديد. باي باي.